ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل الكشري المصري الجميل. ودي المكونات: رز وعدس وشعرية ومكرونة وبصل للتحمير. هنجيب حلة بعد كده نغلي فيها شوية مية ونحط فيها العدس، نحط الرز وبعدين هنضيف عليهم شوية زيت والملح والفلفل ونسيبهم يستووا. هناخد الشعرية نحمرها لغاية ما توصل للون الذهبي اللي احنا عايزينه، ونضيفها على العدس والرز ونقلبهم في بعض. هنجهز بقى الصلصة الجميلة بتاعة الكشري. نحط عصير الطماطم وعليها معلقة صلصة معلبة اي نوع انتوا عايزينه، وشوية مية ونقلبهم ونسيبها بقى تغلي لغاية ما توصل للون الجميل الأحمر بتاع الصلصة. طبعا هنضيف عليها الزيت وأكيد هنحط الملح والفلفل. نضيف الثوم في طاسة. هنحمر البصلة اللي هنحطها على الكشري، في طبق بقى هنضيف شوية حمص، اللي عنده حمص مسلوق جميل بيدي طعم وبيدي قيمة غذائية، ونحط البصل وناكله مع الصلصة الجميلة.